بما ان الفيديو ده طلع لك فانت اكيد مهتم بالسوق العقاري في مصر. انا محمد الحاوي وجاي اعرفك ازاي تستثمر فلوسك في العقارات صح. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الوحدات العقارية عموما، وقلنا انهم 4 انواع: اداري وتجاري وسكني وطبي. وقلنا اكيد ان الافضل بالنسبة للاستثمار ان احنا نحط فلوسنا في وحدات تجارية او مكاتب ادارية. بعد ما حددنا اتجاهنا للاستثمار، يا ترى ايه الخطوة اللي جاية؟ تاني خطوة هي ان احنا نعرف المطور العقاري اللي احنا هنتعاقد معاه. نعرف المطور العقاري ده باني ايه قبل كده، هل هو مطور عقاري قوي وليه ثبات اعمال قوية على ارض الواقع، عشان نبدأ نتعاقد معاه ونضمن ان احنا حاطين فلوسنا في المكان المناسب. المطور العقاري ده هو الشخص او الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع بالكامل من A to Z. باختصار، الانتاج السينمائي بيصرف على الفيلم كويس جدا عشان يطلع بصورة كويسة، خصوصا لو انت معاك قرشين عايز تحافظ على قيمتهم ويجيبوا لك عائد كويس. وبعد ما حددنا اتجاهنا سواء استثمار او سكن، وعرفنا مين هو المطور العقاري اللي احنا بنفكر نتعاقد معاه، اكيد لازم نعرف مدى قوة المطور العقاري ده في الماركت، وهل ليه سابقة اعمال، هل ليه مشاريع سلمها قبل كده. ممكن نعرف الكلام ده عن طريق الانترنت، عن طريق صحابنا، ايا كانت الطريقة اللي تعرف بيها معلومات عن المطور العقاري ده. اكيد احنا لازم نعمل سيرفي عنه اكتر من مرة عشان نعرف ان احنا بنحط فلوسنا في المكان المناسب. بس مع سنشري انفستمنتس انت مش محتاج تعمل كل ده، احنا هنا عشان نساعدك ونوجهك للمشروع المناسب سواء استثمار او سكن، لان ببساطه احنا بنتعامل مع افضل واكبر المطورين العقاريين في مصر. لو في اي اسئله او استفسارات تخص العقارات في مصر، انا معاك، انا واي حد في سنشري انفستمنتس. تقدر تسيب لنا رساله او كومنت واحنا هنرد عليك فورا.